بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح الفل عليكم، صباح الحلويات. شفتوا المحشي وجماله؟ شفتوا الطعامة دي والحلاوة دي؟ الطريقة هتعجبكم قوي قوي. استنوا معايا لآخر الفيديو. لو عجبتكم الطريقة متنسوش تدوني عقاب. أنا اسمي هند من ست الدار. بصوا بقى، القناة بتاعتي اسمها ست الدار. بصوا يا حبايبي دوت. بصوا أنا حطيت ايه. عملت 4 5 بصلات وحطيتهم. اهم حاجه البصل والزيت الكتير بيبقى في المحشي بيبقى حلو قوي. حطيت 4 بصلات. بعد ما تبلتها قمت حطيت بقى التوابل اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما اديتها تشويحه بالزيت، مش ما تحمريش البصله قوي. شوفوا التكات، هتعرفوا سري بقى في المحشي وريحته الجميله بتاع زمان. بصوا بقى، حطيت الملح والشطه والفلفل وبس كده. ما تحطوش توابل كتير، هي حلاوتها انها ما تحطش حاجات كتير. انا ما بحبوش بالكمون، اللي بيحب بالكمون يحط كمون. بصوا بقى، حطيت كيس صلصه زي ما انتوا شايفين كده. واقوم طربه الطماطم وحطها. الطماطم ما بتتصفاش، طماطم المحشي يا جماعه ما بتتصفاش، بتتحط كده. هو حلاوته ان هو ما بيتصفاش الطماطم بتاعته. بصوا الطماطم عندي مش حمرا قوي، فقمت حطيت كيس صلصه. لو كانت حمرا هستكفى بس بالصلصه اللي هي بنضربها بالخلاط وخلاص. عملت شفشق طماطم مليانه على اخرها، وقمت زي ما انتوا شايفينه كده. هسيبها بقى لما تتسبك، تاخد لها تسبيكه جميله كده. واقوم واقوم سايباها بقى لما تتسبك. شفتوا السبكه اهي؟ بصوا بقت جميله ازاي. دوت عندي شبت وبقدونس بنشفه واسيبه في التلاجة. بنشفه بيبقى متحمص ناشف خالص وبيتفرج بالايد كده، واسيبه في التلاجة. دي بصله انا مقشراها، بحطها كده في الاخر، بتديها ريحه وطعم جميل قوي. البصله اللي هي في الاخر دي ماشي. اقوم حطاها زي ما انتوا شايفينه. حط غسله الرز وحطاه. الرز ما بيتنقعش، الرز بيتغسل ويتحط في ساعتها. يعني تغسلي وتقوم حطاه على طول. ما تنقعيش الرز ما بيتنقعش يا جماعه، بيتغسل ويتعمل على طول يا بنات. ماشي يا حبايبي، ماشي يا بنات يا صغيرين. بصوا بقى، الطريقه ديت هتعجبكم قوي. البنات اللي لسه متجوزين والعرايس، واللي لسه البنات اللي نفسها تتعلم انها تعمل محشي. طريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم الطريقه جدا. ماشي. هتغسل وهتقوم حاطينها على طول بعد ما الطماطم اتسبكت. هنحط بقى كزبره. دي مش قصدي مش كزبره، دي شبت وبقدونس. انا ما بحبش الكزبره، اللي بيحب الكزبره يحط كزبره مع الشبت وبقدونس. ماشي. انا مقطعاها، غسلاها ومقطعاها كويس. وقمت مقطعاها رفيع على قد ما بقدر. ده ملح وفلفل زي ما احنا حطينا في التوابل في الاول، فنحط تاني. وحبه شطه، ملح وفلفل وحبه شطه. وعلى فكره احنا هنحطها في الاول في السكر، معلقه سكر. اهم حاجه معلقه السكر في التوابل. لازم تحطوا معلقه سكر في قلب التسبيكه وهي بتتسبك. ماشي. ديت بقى. بصوا بعد المحشي، وده المحشي اللي انا هعمله كوسه وكرنب ومرصصاه. انا بصراحه كنت مسكره لكم البتاع، انا عامله بس راحه التسجيل، معلش بقى هبقى اجيبها لكم تاني طريقه عمل الكرنب وهو مسلوق. بصوا بقى، شوفوا انا حشيت الكوسه. انا بحط من تحت ورق كرنب. الورق الكرنب ده الحله صحيح ما بتلزقش، بس بتديله ريحه حلوه، فتقربوها بتديها ريحه حلوه. ماشي. شوفوا صوابع انا مرصصاها على فوق بعضها كده زي ما انتوا شايفين. شوفوا على قد يا دوبك تلفي المحشيه بالظبط. تتخطي عليها وتلفي، تتخطي عليها وتلفي. شوفوا الجمال ده. والمحشي الكوسه مقوراها وقمت عاملاها. شفتوا بقى اما جيت بقى اعملها الشوربه وهي سخنه، اما حطاها وحطها على طبق. لازم تحطي طبق، ده الطبق ده بيحميها لك ان هو المحشي ما يفكش من بعض. ماشي. بقوم جايبه الشوربه واقوم هرششها بقى من حواليها كده. الشوربه لازم تبقى سخنه، الشوربه يا جماعه لازم تبقى سخنه. ماشي. ماشي يا بنات. الشوربه بتبقى سخنه بقى، هنقوم حاطينها على طول حوالين الطبق زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يتعمل اقوم هزاه هزه كده، هزه الصينيه، هزه الحله، واقوم معلقه عليها على نار عاليه. بعد كده اول ما يغلي اقوم موطيه النار. ماشي. شوفوا جماله. شوفوا كان هو مترصص كان حلو ازاي. دوت وهو كان لسه مترصص. شوفوا بقى لما استوى. ده لما استوى شوفوا بقى، فطيته في قلب الصينيه بيتفطى بالحلاوه كده بالحله. هو حلاوته يتفطى بالحله. وجمال بقى الرزايه لما بتبقى في قلب الحله من تحت دي، انا احبها قوي قوي. شوفوا الحلاوه دي، شوفوا الجمال ده.
شفتوا الرز طيب ما بتبقى حلوه في قلب الحله من تحت دي تبقى طعم.